أرجو الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الإشعارات ليصلكم كل جديد. السلام عليكم طلاب الصف الثالث الإعدادي. هنحل النهاردة الدرس الأول في كتاب الأضواء رياضة 2025 الترم التاني. يلا نبدأ. اللهم يسر لي أمر أقضي حاجاتي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الأولين والآخرين. أما بعد، عليه الصلاة والسلام. صلى على النبي وعليك اشتركوا بالقناة. بسم الله. أي من الأشكال الآتية أو مثل على هاتين من الدرجة الأولى مجموعة حلهما مجموعة خيالية. مجموعة خيالية يعني مفيش حلول على مستقيمين متوازيان. مستقيمان مماثلان لمعادلتان س زائد 5 ص يساوي 1 وس زائد 5 ص يساوي -8 يساوي 8. ده هناك بعكس الإشارة يكونان متوازيان. ليه؟ عشان ده هو هنا بس في حلول مختلفة يعني متوازيان. فهمت؟ احنا مثلا لو توزينا مفيش أي حلول عشان انت عدد حلول لمعادلتين س زائد ص يساوي 1 س زائد ص يساوي 2 مع نفس الكلام صفر. عشان تضرب دي في سالب ص سالب س وصاد سالب 2 ضد السالب ص مع الصاد والسالب س مع الس مش هيبقى أي حاجة. ده في حلول المعادلة س يساوي 7 في ح نضرب ح عدد لا نهائي. عشان دي مثلا عدد لا نهائي انت ممكن تعمل السين برقم تاني. مستقيمان س زائد ص يساوي 0 2 ص يساوي س يعني ص يساوي س على 2. تمام. أو انت ممكن انت السالب س مع السين يبقى ص بيساوي 0 وتعوض عنها بصفر يبقى الس بصفر. نقطة العصر الحل بتاعها يبقى كده 0 0. مستقيمان س يساوي 3 2 ص يساوي 9 أو ص يساوي 9 على 2. تمام. المستقيم ده موازي حول السينات. المستقيم ده موازي حول الصادات يعني هيكونوا عمود. يعني بص لما تيجي تحلها تلاقيها ازاي؟ تحلها تلاقيها عاملة كده. بس أنا ده 4.5 ده 9 على 2 هنا 3. شايف عمود ولا مش عمود؟ كون عمود. تمام. مثلا بعد نقطة تقاطع مستقيم س يساوي سالب 2 ص يساوي يساوي س هو سالب 2 وسالب 2. إذا تقاطع مستقيمان في نقطتين فإن عدد حلول معادلتين مماثلين لخطين مستقيمان. تقاطع في نقطتين يعني عدد لا نهائي. إذا كان معادلتين س زائد 3 ص يساوي 6 2 س زائد ك ص عدد لا نهائي من حلول. لا نهائي من حلول مطبقون يعني سالب معامل س على معامل ص اللي هو سالب معامل س هو سالب 1 على 3 معامل الصاد يساوي سالب معامل السين معامل الصاد اللي هو كاف. عضو المقص يبقى سالب كاف تساوي سالب 6 يعني كاف بتساوي 6. إذا كان معادلتين 3 س ناقص 5 ص يساوي 8 و2 س زائد كاف على 1 ص يساوي كاف. لا نهائي نفس الفكرة. تمام. سالب معامل س هو سالب 3 على معامل ص اللي هو سالب 5 بيساوي سالب معامل س اللي هو 2 على معامل ص اللي هو كاف 1 مقص كاف تساوي سالب 2 وسالب 5 على سالب 3 على 10 على سالب 3. طبعا 10 على سالب 3 يعني هيطلع معاك 2 س
10 على سالب 3 يساوي كاف أس 2. حسبت تصاد دي كانت 3 س دي كانت 3 س ناقص 5 صاد ناقص 5 صاد يساوي 8. عشان نساوي دي بدي نضرب بدي في 3 على 2 تطلع معاك 3 س زائد ناقص 9 عادي ناقص 5 ناقص 5 صاد يساوي كيف 2 في 9 على 2. تمام. صد بس يعني كيف 2 يساوي 8 على 3 على 2 تطلع معاك نمرة حاسبة 16 على 3 16 على 3 تمام. دي ب16 على 3 دي 10 على سالب 3 أعمل بيها 9 في 10 على سالب 3 في 16 على 3 طلع معاك بسالب 160. ماشي. إذا كانت نقطة تقاطع مستقيمين س يساوي 1 وصاد 2 تقاطع في كاف. تمام. الجواب بالرابع وليس يعني دي موجبة، لا أقصد التالت أو نقصد زائد، يعني فهمت تدي فيها مشكلة عادي. ماشي يعني دي معناها دي لازم تبقى سالبة في المعدن السالب سالب 5. خش أكمل. عدد حلول المستقيمين والمتقاطعين هو حل الوحيد. متقاطعان المستقيمين لهما منطبقان مستقيمين مماثلين ومعادلتان صاد يساوي 5 وس يساوي 3 تقطعان في النقطة 5 تقطعان في النقطة 3 و5. مش هضحك عليك السين الأول والصاد لبعض هذا حلول معادلتين س زائد صاد يساوي 2 3 س زائد 3 صاد يساوي 6. اهو نضرب دي في 3 3 س 3 صاد ضربتها في سالب 3 سالب 3 سالب 3 مع 3 سالب 3 مع 3 هيطلع لك اهو المستقيمين متطابقان عدد لا نهائي. نقطة المستقيمين س زائد صاد يساوي 6 س ناقص صاد يساوي سالب 2 ده السالب الصاد مع الصاد مجالك 2 س يساوي 4 فالسين ب2 س ب2 وضعنا ب2 بالصاد 4 2 4 2 4 نعم. لو علامة 2 مستقيمين حيث س زائد 3 صاد يساوي 4 5 س زائد ب صاد يساوي 7 فهنا يوازي ب2 عندما يوازي متوازيان متوازيان النقطة دي ب5 النقطة دي سالب 5 هتطلع لك سالب 5 س ناقص 15 صاد يساوي سالب 20. سالب 5 مع 5
صار تكمل متوازية لا يوجد حل، فب تساوي 15. مفيش حلول، بيبقى 15 عشان يبقوا مستقيمان متوازيان. كأنها معادلتين وبعثين واستنتين يساوي 1. 28 زائد كف صاد يساوي 2. حل وحيد، حل واحد بس، يعني مستقيمان متقاطعان، فإن كاف لا يمكن أن تساوي بعد س ناقص تلاتة صاد سالب معامل س سالب 4 سالب 3 يساوي 8 على كاف. دي لو عدد لا نهاية، ده كاف لا يمكن تحسب. مش ملاحظ إن دول ضربوا في 2، فإن دي مستحيل تبقى ب6، عشان لو ب6 فده معناه عدد لا نهاية.